السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد وتحدي خير جديد. حبيت اختم رمضان النهارده باحلى فيديو الى قلبي، وهو تحدي اطعام الخير. عملنا مع بعض فيديوهات كتير من النوع ده. النهارده حبيت اعمل حاجه مختلفه واعمل سحور. ان شاء الله النهارده هنعمل اكتر من 50 وجبه، وتنزلي بقى توزعي على اي حد محتاج، وعلى المسحراتي، وعلى اي حد ماشي في الطريق ومحتاج. انتي هتعرفي وتوزعي كل ده. لايك وشير كتير علشان هنتكلم كتير النهاردة في الفيديو ده، وعندي ليكوا شوية نصايح جميلة قوي. نشوف محتويات الفيديو ومحتويات الوجبة بتاعتنا ايه الاول. اول حاجة النهاردة انا حبيت اختار لانشون وجبنة رومي وزبادي وموز وخيار، وطبعا العيش بتاعنا وجبنة نستو. اهو ده محتويات الوجبة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنعمل اكتر من 50 وجبة النهاردة. اول حاجة بقى هنتكلم فيها النهاردة واحنا بنعمل الوجبات كده وبنغلفها. ناس كتير في الكومنتات هتنزل زي كل مرة تقول لي انتي لما بتعملي خير مع ربنا بتعرضيه ليه؟ يا جماعة انتوا ما تعرفوش بيني وبين ربنا ايه، بس الموضوع ده بالذات وتحدي الخير بحب اعرضه علشان نتعلم من بعض ونعمل زي بعض. تمام كده. ناس تانية برضو هتقولي طيب الظروف والحاجة غلط جدا ومش هقدر ان انا اعمل لوحدي كل ده، وكل الاسعار غلط طبعا زي ما انتوا عارفين. طيب انا هقولك على فكرة حلوة جدا وانا بعملها. انت طبعا هتليكي اصحاب وقرايبك وقرايب زوجك وكل ده. انت هتقولي انا يا جماعة ناوية ان انا اعمل تحدي خير جديد وهعمل اطعام. طبعا كله هيشارك معاكي ولو ب10 جنيه. تمام. واللي عاوز يتبرع طبعا بأي حاجة اعمليها، ومش شرط تعملي الأفكار بتاعتي دي. كده أنا قلتلك على حاجتين. هتقولي انا هعمل اطعام واي حد يتبرع وتعمليها، وكل ده في ميزان حسناتك طبعا وفي ميزان حسناتهم، او تعملي لوحدك. ونيجي بقى نتكلم على افكار الاطعام او افكار السحور. انا نزلت لكم قبل كده افكار اطعام كتيره جدا وعملنا مع بعض اللي هو الفطار. النهارده وجبات السحور مش شرط تعملي زي خالص. ممكن تعملي زبديه وربع رغيف وقطعة جبنة رومي. ممكن تعملي موزة وخيارة وزبدية. ممكن تعملي زبدية وقطعة جبنة ونص رغيف عيش عادي جدا. تمام كده. كل ده افكار مش اكتر. انا بنزلك الفيديو ده بنية الخير ونية ان انت تقلديني وتعملي زيي، وبرضو بنية ان انا بديكي افكار وان انت تعملي تحدي خير على اكبر واوسع. وبمجرد ان انا بديكي افكار جميلة، مش شرط تعملي الوجبة زي كده بالظبط، لا هديكي شوية افكار. ممكن تعملي قطعة جبنة رومي وزبدية. ممكن تعملي نص رغيف عيش وخيارة وقطعة جبنة. ممكن تعملي نص رغيف عيش ومزايا وقطعة لانشون. يعني مش شرط ان انت تعملي زي بالظبط. ممكن تعملي مثلا فراولة وزبديتين. ممكن تعملي برتقال. عندك افكار كتير جدا. انا النهاردة مجرد ان انا بديكي افكار بس. عاوزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله النهاردة هنعمل اكتر من 50 وجبة، وما خدوش معانا حرفيا ساعة. والله والله بشهادة كل اللي هيشوفني دلوقتي حرفيا يا جماعة الحاجات دي ما خدتش ساعة معانا. انا بقيت اعبي في الاطباق ومعايا اصحابي بيغلفهم ما شاء الله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجيب الاطباق الفبر من عند بتاع الاكياس من اللي هي النص كيلو بالشكل ده. ممكن انت تجيبي الاطباق الربع وتعملي فيها زي ما قلت لك زبديه وقطعه من اي نوع فاكهه براحتك خالص. بنزل بنص الرغيف الاول وبنزل عليه بالموزه والخياره والزبديه وقطعه جبنه رومي، وفي الاخر كده قطعه اللانشون والجبنه الرومي والجبنه النستو. لا تاني هنقول لكم تاني محتويات الطبق. معايا كده الطبق الفبر بالشكل ده. بنزل فيه بنص الرغيف البلدي. انا قلت لكم النهارده جايبه عيش بلدي مش عيش شامي. انت لو عايزه جيبي العيش الشامي الصغير وحطي رغيفين. بعد كده بنزل عليهم بالخياره والموزه وقطعه اللانشون والجبنه الرومي والزبديه وقطعه الجبنه النستو. ودي محتويات الوجبه بتاعتنا. قعدت اغلفهم كلهم واعبيهم بالشكل ده، وكانت خفيف جدا والله زي ما قلت لكم بالشكل ده يا جماعه. شايفين على طول مش بتاخد اي وقت. وورق الاسترتش رول بقى بتغلفيهم علشان وانتي بتوزعي مفيش حاجه تقع ولا حاجه، وتكون الوجبه مع بعضها كده مفيش حاجه تقع على بعضها بالشكل ده.
كان جميل جدا وتحدي جميل جدا، واتمنى ان انتوا تجربوه. والله هيعجبكم قوي قوي. وزي ما قلت لكم، عشان الحياة صعبة، ولو مش قادرة تعملي كل ده لوحدك، قولي لاصحابك ولجيرانك ولقرايبك، ولموا من بعض، ولا اللي هيتبرع ب10 جنيه. ودي كانت الوجبات بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. شايفين اهو. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة قليلة جدا وبشوية النصايح اللي انا قلتها لكم. وبكده نكون خلصنا وجبات الخير وعبيناها في الاكياس، وهننزل نوزعها بقى زي ما قلت لكم. وانتظروني في تحديات خير جاية كتير.